إذا تكلمنا عن المراوغة والفنية الكروية والإبداع في صناعة اللعب بطريقة تجعل المشاهد يستمتع ويفرح عند وصول الكرة إلى قدميها، فهنا كن متأكدا أن ذلك اللاعب يكون الجزائري سعيد بن رحمة، اللاعب الشاب الذي دعا صيته في الآونة الأخيرة. فمنذ تعاقد وست هام مع الجناح الجزائري ارتفع السعي لمعرفة قصة حياة سعيد بن رحمة وبعض الحقائق والتفاصيل عن حياته. لذلك يا عزيزي المشاهد سأقدم لك اليوم بعض الحقائق والمعلومات التي لا تعرفها عن النجم الجزائري الصاعد سعيد بن رحمة. ولد محمد سعيد بن رحمة في يوم 10 أغسطس سنة 1995، حيث يبلغ الآن من العمر 26 عاما و3 أشهر، وذلك لوالديه في عين تيموشنت، وهي مدينة في الغرب الجزائري. عندما كان سعيد طفلا صغيرا غالبا ما شارك في لعب كرة القدم في الشوارع مع أصدقائه في مرحلة الطفولة، فبالطبع الجزائريون من ذلك الجيل معروفون بحبهم لكرة القدم. وفي حال لم تكن تعلم يا عزيزي المشاهد فقد ورث الكثير منهم الشغف في الشوارع، مثل النجم الفرنسي الجزائري زين الدين زيدان، والذي كان أسطورة من أصول جزائرية. نشأ سعيد بن رحمة في ولاية سيدي بالعباس، وذلك في منزل غني، حيث كان والدا سعيد بن رحمة أثرياء بما يكفي لرعاية أفراد عائلتهم في فرنسا، وذلك بمن فيهم سعيد عندما كان في 11 من عمره. ولا شك يا عزيزي المشاهد أنه يمكنك التخمين أنه ينحدر من خلفية عائلة إسلامية، فكونك مولودا في بلد يشكل المسلمون 98.2% من سكانه، فهذا يعني أنه يتمتع بفرص عالية لممارسة الإسلام، وهذا ما أثبته في حسابه على انستغرام، حيث نشر صورة له وهو يرتدي زيه الديني. فلا شك أن سعيد بن رحمة لا يخجل من أن يكون مسلما. أصل عائلته. الحقيقة هي أن أسرة سعيد بن رحمة تعود جذورها إلى سيدي بالعباس، والواقعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث هي مدينة قريبة جدا من المغرب وإسبانيا. بداية سعيد بن رحمة. قبل انتقال عائلته إلى فرنسا كان حلم الطفل سعيد أن يصبح لاعبا محترفا، وكأول خطوة للنجاح قام والدا سعيد بن رحمة بتسجيل ابنهما في أنربي بتيوا الواقعة في الجزائر، وذلك عندما كان في 9 من عمره. عند وصولهم إلى تولوز بفرنسا انضم سعيد بن رحمة إلى بالما سي، وذلك لتعزيز خبرته في كرة القدم، ونظرا لأنه لم يكن يحقق ما كان يريده طلب الصبي الصغير بتغيير النادي، وسرعان ما انتقل إلى كولومرس في عام 2011. وبعد عامين من التدريب الصارم سعى الجناح الموهوب للانضمام إلى ناد أكثر تنافسية، وكانت وجهته التالية هي نادي نيس، وهو ناد فرنسي لكرة القدم للمحترفين مقره في نيس. وبفضل سجله السابق تم قبول بن رحمة من قبل نيس في عام 2013 بعد بضعة أشهر فقط من انضمامه إلى دوري الليغ 1، حيث أثبت سعيد بن رحمة قيمته للمدرب آنذاك كلود بويل خلال دورتهم التدريبية، وبالتالي حصل على امتياز الظهور لأول مرة مع فريق نيس في عام 2013. بالتقدم التدريجي استخدم بن رحمة مهاراته مع ناديه بأنه لعب في فريقهم المحجوز، ولحسن الحظ كانت المقامرة التي اتخذها هو ووالديه في مسار حياته المهنية تؤتي ثمارها أخيرا. الطريق نحو الشهرة. كما نعلم جميعا ليس من السهل على اللاعبين الشباب الحصول على فرصة مضمونة للفريق الأول لناد كبير، وهذا ما حدث لسعيد بن رحمة، والذي سدد الفتى المسكين مستحقاته عن طريق الإعارة في عدة أندية، حيث ظل سعيد بن رحمة ينتقل من ناد إلى آخر، وهذا ما جعل مستواه ينخفض قليلا بسبب الإعارة المستمرة، وذلك وصولا إلى سنة 2017 ليعرض عليه نادي برينتفورد الانضمام للفريق الأول والبدء في مسيرة نجاح جديدة. المستوى الرائع والكبير جدا الذي قدمه سعيد بن رحمة في نادي برينتفورد جعل بلاده الجزائر تطلب منه تمثيلها على المستوى الوطني، وليوافق بعضها على تلبية الدعوة، وليصبح فردا مهما داخل كتيبة الخضر وداخل المنتخب الوطني الجزائري. في غضون عامين قدم بن رحمة أداء رائعا في ناديه برينتفورد، ما جعل العديد من الفرق الكبيرة والأجنبية تطلب خدماته للالتحاق بفريقها، وليكون أخيرا نادي وست هام يونايتد الفائز بقلب سعيد بن رحمة عندما وقع معه في أكتوبر سنة 2020، وليصبح بعد فترة قليلة من أحد النجوم الصاعدين لفريق وست هام يونايتد، والذي كان سواء بسبب لعبه المميز وطريقة لعبه الذكية ومراوغاته وصناعته للأهداف، أو بحب جماهير وست هام يونايتد للاعب الجزائري الذين يعتبرونه فردا أساسيا داخل الفريق. حياته الشخصية.
خلال مسيرته الكروية أظهر اللاعب الجزائري بعض الصفات التي تصف شخصيته على أفضل وجه، ففي الحقيقة هي أن سعيد بن رحمة يتمتع بروح الدعابة في الواقع، كما أنه شخص لا يسعى إلى الأضواء ولكنه يفضل أن يترك كرة القدم تتحدث بدلا عنها، بالإضافة على قدرته على إلهام الآخرين ومستوى تفاؤله الذي جعله مركز اهتمام بعض زملائه في الفريق. إذا تكلمنا عن سبب مثابرة سعيد بن رحمة سنذكر دائما سببا وحيدا وكبيرا بالنسبة إليها، فهو أن يجعل والده الراحل فخورا به، حيث كان يعتبر والده من أكثر الأشخاص الذين ساندوه في مسيرته الكروية، وكل النجاحات والأرقام التي حققها الآن فهي بسبب دعم والده الراحل، حيث لم يستطع سعيد إيقاف دموع عينيه في الوقت الذي قام فيه بزيارة والده وهو على فراش الموت. فحب سعيد بن رحمة لوالديه أظهره في عدة مقابلات وفي عدة لحظات، وأبرزها عندما أهدى أحد أهدافه لروح والده رحمة الله عليها، كما أن أيضا لوالدته مكانة خاصة في حياته، حيث أنه أحضرها إلى ملعب ويست هام عندما انضم إلى نادي الدوري الإنجليزي الممتاز. نتمنى التوفيق والنجاح لسعيد بن رحمة في ناديه ويست هام وفي فريقه الوطني الجزائري أيضا. وأنت يا عزيزي المشاهد، ما رأيك في سعيد بن رحمة؟ لا تنسى وضع ذلك في خانة التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد إن شاء الله.